الشخص الملبوس هو مش متحكم بنفسه صح؟ طيب انا ممكن الجن اتحكمت فيه اساس اطلعه بره، يوديني مكان معين يوديني مكان معين، مش هيمشي وسط الناس لان الجن نفسه يخاف. احنا اقوى من الجن بكتير قوي على فكره، بس عدم الايمان مخليهم هم اقوى. فالملبوس استحاله يمشي كده يبين للناس ان هو بيتحكم في جسد بشري، استحاله يخليه يمشي على الناس كده. بالعكس، كبير وياخدك يخلي رجليك تروح مقابر، ياخد رجليك تروح كهف، تنزل ميه تغرق نفسك، هو ده اللي يعمله. لكن يمشي في وسط الناس ويقعد في ميتنج والجو ده، لا 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 لا. حد في العائله ملبوس، انا كشخص في العائله اتصرف ازاي؟ مثلا نحبسه، نتكلمش انت معاه؟ لازم تجيب له حد، انت اوريدي تحبسه طبعا، بيبقى في غرفته بس هيأذي نفسه، فمش تحبسه في البيت، يعني ما تخلوهوش يخرج بعيد عن عينك. بس هو مش هيأذينا صح؟ لا، يأذي اللي حواليه بشكل كبير، لان مش هو اللي مسيطر. ما هو لو في جن هيأذي اللي حواليه. حالة التلبس دي اللي بيقولك مش كتيرة، هي قليلة جدا. اذا وصل لمرحلة التلبس هي بيبقى مس، اللي انت بتتكلم فيه ده مس، يبقى شخص يقولك مش عارفة، بيبقى مربك، يقول كلام مش مفهوم. لا، لكن الشخص الملبوس ده صعب وبيبقى واضح جدا، واهله بيلحقوه، لان احنا شايفين جسد عادي، الجسد اتحول ما مش عادي، ان لوجيك، ده مش بني ادم اللي قدامنا، ده حاجة تانية.